تقسيم قريب للاستاذ ما كنتش فاكر. نمرة واحد ان انا عيان، نمرة اتنين ان ما اقدرش امشي في الطرق مقطوعه طبعا والناس ما انتش ضامن نفسك تمشي في الشارع، فده شيء وحش قوي. مسألة ان انت لمتى اولا انا يعني كان حلم بالنسبة لي، ما كان حلم ان نظام بس المبارك زكريا عزمي واحمد عز ينتهي، كان حلم طبعا فوقنا وحمدنا الله ان يعني نجانا من النظام، شيء صعب وانا كنت قريب منه قوي. انا اعرف ان حضرتك يعني عضو مجلس ده سؤال بقى تخليني اخرج من سؤال تاني، يعني الساده المشاهدين هيتفاجئوا بيه. اولا الاستاذ محمود كان قاعد في الكرسي جنب الدكتور محمد مرسي في انتخابات مجلس الشعب بعد ما نجح واكتساح في دايرته في طوخ. الاستاذ محمود كان قاعد في كرسي في مجلس الشعب جنب الدكتور محمد مرسي رئيس جنبه. احكي لنا يا استاذ محمود على الموضوع ده. لا انا كنت هقول لك ايه، يعني عايز اقول لك ان فعلا الرئيس المعزول بعد الرئيس حسني مبارك ما مشي وجاء الرئيس محمد مرسي وقلنا انتخابات ديمقراطيه ورئيس مدني والاخر، ف يعني كنت فرحان بيه لاني عشرته، يعني انا عشرته دوره كامله 5 سنين في مجلس الشعب، كنت اقرب واحد له الدكتور محمد مرسي، يعني كنت مصاحبه قوي. كان بني ادم غير ده خالص خالص، ربما يكون لو ليه حظ وشوفني بيقدر يقدم دخل يعني. كان بني ادم كان قراره من راسه وفكره من 2005 يا ريس 2005 هو الدور اللي كان معاه فيه. فطبعا كان فيها 88 لاخوان المسلمين، كان فيها 88 وكان هو القائد بتاعهم، او كان زعيم المعارضه. وعلى فكره كان بيحبني لسبب، لان احيانا كتير جدا كانوا ينسحبوا من القاعه فكنت انسحب معاهم. لان انا كنت حزب وطني حضرتك. حزب وطني المرحله كنت بنسحب اجتماعا ردهم على قانون هم فيه حق. يعني في قانون كتير جدا هي دي الموضوع بتضر بالمجتمع فكنت انسحب معاهم. حتى كان يقول لي يا محمود يا ابني كان الشاذلي نابو ازرق، اروح لمحمود اقول له انا مقتنع بيك الله يرحمه طبعا الاستاذ كمال الشاذلي. فكنت بحب قوي، كنت قريب منه الدكتور مرسي. وهقول لك على حاجه، انتخابات مجلس الشعب اللي المجلس اللي انحل ده 2010 تمام، كلمني قال لي محمود تعالى، لقيت واحد بيكلمني اسمه وليد شالب اللي هو كان مدير مكتبه. قال لي الدكتور عازمين كان في رمضان، عازمينك يا محمود دكتور بديع محمد بديع، عازمك على الفطار. السكرتير بتاع محمد بديع كان سكرتير الاعلام مرسي. محمد مرسي عازمك على الفطار في نادي مصر الجديده كده. ورحت بتاع بعديها كلمني قال لي الدكتور محمد مرسي عاوزك، ورحت له في حزب الحريه والعداله، ما كنتش شغال في المنيا، كان هو الدكتور سعد الكتات، وتعشينا بتاع وصليت العشاء بتاع، قال احنا عملنا حصر كل الدوائر اللي في مصر كلها، هنا دايرة بلاكو في الشرقية ومش الدوائر. قالوا كلهم اجمعوا ان يبقى محمود معروف ناخدك انت من دايرة الطهر. قلت له والله يا دكتور ده شرف كبير جدا ليا ان يكون مع حضرتك، تعرف انت يعني بعزك قد ايه وبحبك قد ايه وبحترمك قد ايه. والدكتور كتبني قال لي انت معانا، قلت له طب هطلب مهله بس اسال اخواتي ولادي ان شاء الله يعني هقول قراري ايه. طبعا رحت بدور على قيمه الحريه والعداله، يا خبر في 2010. ما انا كنت عرفت بقول لك الدكتور مرسي كانت كويسه قوي جدا. فرحت لاخواتي وقالوا لي بقى لك في عرض لا هنا ولا هنا ولا تنزل خالص، ما فيش ما تفضلش تشعطط ما فيش وراك. وليه طبعا حاجات في اسكندريه كتير كانوا هيجوا ناس في الشرقيه هيجوا ناس يعني من كل المحافظات. فكلمت الدكتور سعد قلت يا دكتور سعد انا هستاذنك طبعا، يعني انا مش هنزل خالص فشرف ليا وربنا يوفقكم، بس ما كنتش صور هيبقى الشكل كده. يعني هو طبعا المجلس زي اتحل وانتخب الرئيس محمد مرسي رئيس كبير، لقيته بني ادم خالص اتغير خالص غير اللي كان في مجلس الشعب. كان مجلس الشعب مش هو ده محمد يعني مش هو ده محمد لا اللي كان في 2005 مع حضرتك
في المجلس في مجلس وراجل صاحب قرار كده اتقلب وعمل حوالي كام؟ عمل حوالي 120 طلب احاطه واستجواب. كل اسبوعين ثلاثه خناقه بينه وبين الدكتور احمد فتحي سور. اقعد يا استاذ مرسي، ولا بس الدكتور محمد مرسي، اقعد يا دكتور محمد مرسي، لا انت اللي تقف، حاجات كده بتقول انت هتقعد ولا اخد تصويت واخدك بره. كتير يمكن احيانا بدأ سياسي لما كان حتى بيخرجوا بيطردوا الدكتور احمد فتحي سور، فكنت بخرج انا كمان طبعا لان يعني هذا رجل نائب في البرلمان، وقيل لنا ان تحت القبه قل ما شئت ولا معقب لكلامك، حتى لو قلت لواحد انت حرامي يعني تحاسب في لجنه القيام ده. انا حاجه، لكن انت محصن تحت القبه. لما كل مره يقول له اخرج بره هصوت، وطبعا هصوت على اخراجك بره اعضاء الحزب الوطني. استاذ كمال الشاذلي الله يرحمه انه بس كده كله يرفع ايده ماشي. فحتى لذلك ما عجبنيش قوي في الدكتور مرسي وبعت عليه ما قال في الخطاب الاخير كمال الشاذلي اللي كنت بقول له لا ده انت كمال الشاذلي كنت بتترعب منه. بصراحه يا دكتور مرسي انت كنت بتترعب من استاذ الشاذلي الله حتى مش قادر يعرف يعني هو مات وانت عايش. فيعني ده طبعا حق شهاده حق رجل الله يعني. فانا هذه الفتره طبعا وانا في رايي ان هذا المجلس اقوى مجلس يمكن في ال30 سنه الماضيه في مجلس الشعب. جاء بعديه مجلسين اسوأ من بعض، شخصيات هزيله ونكره، يعني اللي هو وكان سبب ضياع وكسر الحزب الوطني وكسر وعزل حسني مبارك وسجن احمد عز واستاذ صفوت شريف وكل الناس دي. يعني كانت فعلا الطامه الكبرى او القشه التي ظهرت ظهر القيادات المصريه الكبيره قوي في مصر. فالنهارده مش حسني مبارك ومش مرسي، دكتور مرسي اللي انا لقيته بني ادم غير اللي عرفته في الشعب وزملته بني ادم مختلف تماما. فبرضه مشي، وانتشار الناس او خروج بعض الاسلاميين لما جماعه الاخوان المسلمين وتمركزهم في تقاطع جامعة رابعة العدوية مع طريق الناس. ده مش بدال زي ما بيقول جامعة رابعة، لا مش بدال، ده إشارة يعني لأنه كده شارع بتاع الطيران يشتبه شارع النصر طريق النصر تقاطع. وبعدين تمثال نهضة مصر اللي قدام بنية الحيوانات.